سلام بقى لما يكون عندك كده فرخة بلدي كده في التلاجة، وتطلعيها بقى وتعملي شوية ملوخية وشوية شوربة عسل وصافين كده وشوية رز بشعرية. والزيادة بقى ان انت تعملي جلاش باللحمة المفرومة يا بنات. يا لهوي خطير، حطيت له حتة قشطة وديته في حتة تانية خالص. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نسموا الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوفوا الوصفة بتاعتنا النهاردة. بصوا يا بنات، اول ما دخلت كده ولعت البوتاجاز وسميت الله وصليت على رسولنا وحطيت الحلة بتاعتنا. هنملوا الحلة بتاعتنا مية يا بنات، وتعالوا نبدأ الاول بسلق الفراخ. حطيت ميه يا جماعه في الحله بتاعتي، وحطيت بصلايه وقرن شطه وطماطمايه وجزرايه صغيره خالص يا بنات، وشويه لوري وكده، يعني 4 فصوص حبهان كده، ومكعب ماجي كمان يا بنات على حسب رغبتك. لو مش عايزه تحطيه مفيش مشكله خالص، بس بصراحه بيعلي تست الشرب. يلا بقى يا بنات نسيبوا الكلام ده كله يغلي مع بعضه كويس جدا، وركي ما يغلوا مع بعض تعالوا نشوفوا هنعملوا ايه. خلاص شوربتنا غلت كويس جدا، هنزل بالفراخ بتاعتي اللي مغسوله ومتصفيه وما فيهاش ميه خالص. مغسوله في ايه يا مسك؟ ليمون وملح وسنه خل بسيطه، وبسيبها تتنقع شويه كده في المحلول ده، وبعد كده بصفيها وما بخليش فيها ميه خالص. كده خلاص حطيت فرخيتي، زودت عليها شويه فلفل اسمر وشويه بهارات سبعه والملح بتاعها. الصغيره دي فرخه بلدي، ودول متوركين كانوا عندي في الفريزر يا بنات. يلا بقى نسيبوا الكلام ده كده يغلي مع بعض، وتعالوا نعمله بعد كده بقى اللحمه المعصجه. هحط شويه زيت بقى كده كويسين يا بنات، تمام، واسيبهم يسخنوا كويس جدا. ودي طريقه المعتاده في اللحمه المعصجه يا بنات، ما بيبقاش فيها ريحه زفاره، بتبقى مفرفره كده وطعم وحلوه. ما بيبقاش كده اللحمه مكتله كده مع بعضها، لا بتبقى مفرفره وحلوه. بصوا بقى يا بنات، رك كده ما الزيت بتاعي بيسخن بنزل باللحمه المفرومه على طول بالطريقه اللي شايفينها دي. يلا بقى ندوها رشه فلفل ابيض، هديلها ربع معلقه قرفه، وربع معلقه بهارات سبعه، ومعلقه بابريكا. انا بستعمل معلقات الشاي يا جماعه، يعني ربع معلقه قرفه بمعلقه الشاي، ربع معلقه بهارات سبعه معلقه الشاي، معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا، معلقه الشاي برضو. تمام. خلاص كده اشوح بقى اللحمه بتاعتي، خلاص هي بدات تدخل في السوا بنات بالطريقه اللي شايفينها دي. ما شاء الله تبارك الرحمن، اتشوحت مية مية. هنزل بقى بالبصل بتاعي. البصل بتاعي ده مفروم بصلتين كبار يا بنات، عليهم فص ثوم واحد بس. يلا بقى شوحي من تحت لفوق كده. وكمان هقطع لها قرن شطه حراقه سبايسي يا بنات. لو ما عندكيش قرن شطه ممكن تحطي فلفل الوان، اخضر واحمر واصفر. تمام. بس انا بصراحه ما كانش عندي فلفل الوان، فاستكفيت بقرن الشطه السبايسي ده. يلا بقى هديلها تشويحه بقى طبعا بالفلفل ده، وهديلها نص كوبايه ميه تستوي معايا، وهتبقى بالطريقه اللي شايفينها دي يا بنات. ما شاء الله لحمه تحفه جدا. حسيت ان لونها يعني فاتح شويه، هديها بقى سن بابريكا تغمق اللون شويه، واظبط الملح بقى يا بنات. خلاص كده جهزت معايا. تعالوا بقى يا بنات نعملوا صينيه الجلاش. الصينيه اللي قدامنا ديت انا عندي 3 جوارب يا بنات، ديت الوسط بتاعتهم. تمام. هديها فرشه سمنه كده من تحت من القعر، وبعد كده بقى نجيب الجلاش مع بعض كده يا بنات، ونطلعوا منه ورقتين هنحطهم في قعر الصينيه. يعني هبدا اعمل ورقتين ورقتين، مش ورقه واحده يا بنات عشان ما يبقاش تقيل. يعني انت لو عملتي ورقه واحده هتحطي بين كل ورقه وورقه سمنه، فهيبقى دسم جدا وتقيل. فانا هحط ورقتين واقسمهم بالنص بالطريقه اللي شايفينها دي يا بنات، وهديلها فرشه سمنه. تمام كده. هعمل لها بقى جوانب يا بنات. بصوا الجوانب دي انا عاملاها جوانب عشان اللحمه بتاعتي ما تبقاش تبقى ليها حرف كده، وتبقى محطوطه جوه كويس. يعني لما تيجي تقطعي حته الجلاشه ما تفرفطش منك لحمه. بصوا بقى انا حطيت تاني ورقتين يا بنات، وحطيت بينهم دهنه سمنه.
دول كده ورقتين يا بنات تانيين وتنيتهم من النص وحطيت فرشة سمن بالطريقة اللي شايفينها دي. هحط ورقتين كمان دولت ودول اخر ورقتين يا بنات، ومش هحط فيهم سمن. ليه؟ لان اللحمه المفرومه فيها سمنه. بصوا بقى يا بنات اللحمه المفرومه فيها سمنه كتير ازاي، فديت خلاص هي استكفت كده بالماده الدهنيه. بصوا بقى يا بنات اللحمه كده ما فيها حرف الاربع جوانب بتوع الصينيه فيهم حرف. بصوا بقى يا بنات اول ورقتين انا مش هحط فيهم سمنه لان في سمنه تحتيهم، هحط بس في تاني ورقتين. ركزوا ركزوا يا جماعه في المعلومات ديت، لان الاكل مش اكل تعمليه والسلام، اكل تعمليه صحي ما يكونش تقيل خفيف في نفس الوقت. تمام يا بنات؟ فالثلاث حاجات دول بيتركزوا في صينيه الجلاش بالذات. في صينيه جلاش تاكليها كده تبقي مبسوطه ان انت بتاكليها، وفي صينيه جلاش تاكليها ما انتش قادره تكملي حتى الخرطه. انا عايزاكم صينيه الجلاش بتاعتكم تعملوها ما يفضلش منها كده تفتوفه صغيره، لا تتاكل كلها. تمام؟ فانت امشي بالوضع بالتريكات اللي انا قلت لك عليها دي، هتعملي احلى صينيه جلاش. بصوا بقى يا بنات انا كده خلاص صينيه الجلاش وظبطتها. معايا بقى معلقتين قشطه كده كانوا فاضلين عندي في التلاجة، حطيت عليهم كبشه شوربه من بتاعه الفراخ اللي انا سلقاها دي يا بنات، وهبدا افككهم كده وهسقى بيها الجلاش. ولا بيض ولا لبن، اوعي تحطي بيض في الجلاش، والله العظيم ريحه زفاره بتبقى جامده ما بيبقاش حلو. استكفي كبشه الشوربه، عليها معلقتين كبار قشطه بلدي، تحفه بيخلي التست بتاع الجلاش رهيب يا بنات. بعد ما سقيتها كده بالكبشه الشوربه ومعلقتين القشطه الكبار، هبدا اقطعها يا بنات. الخرط دي بقى على حسب رغبتك، قطعي بقى براحتك. خلاص كده يا بنات، قطعناها. يلا بقى ندخلوها الفرن على 180 رف اوسط يا بنات، وانا بعملها في الفرن البلدي بتاعي، بس انت لو انت عندك فرن اللي هو اللي بيتظبط ده اعمليه على 180 رف اوسط هتظبط معاكي خالص. تعالوا بقى نعملوا شويه رز بشعريه مع بعض يا بنات. كده عملنا الشوربه، حضرنا صينيه الجلاش بتاعتنا، هنعمل الرز بشعريه بتاعنا، وصينيه جلاش بتستوي جوه هنعمله احلى رز بشعريه. هنحمره كده يا بنات نص كيس شعريه، عشان الرز بشعريه يا بنات لازم تكون الشعريه بتاعته كتير عشان يبقى حلو كده وجميل، بيبقى طعم صراحه يا بنات. فانت على حسب رغبتك، في ناس بيحبوا الشعريه بتاعته تكون قليله شويه، انا من النوع اللي انا بحب الشعريه بتاعته تكون زياده. بصوا بقى يا بنات كده هبدا بقى احمر الشعريه كده وما خليهاش لون غامق، كل ما تغمقي الشعريه كل ما يوصل معاكي الرز اللون اغمق، فخليكي في اللون الذهبي الفاتح ده يا بنات. خلاص كده هنزل بقى الميه بتاعتنا عشان توقف السوا بتاع الشعريه، وبعد كده طبعا انت غاسله الرز بتاعك ومصفياه. ده عباره عن نص كيلو رز يا بنات على ربع كيس، نص كيس شعريه، نص كيس شعريه عليهم نص كيلو رز. خلاص كده يا بنات هنظبطوا الملح بتاعنا. وبص بقى معيار الميه اللي فاضل ده انا هزوده شوربه يا بنات، هتعلي التست بتاع الرز وهتخليه حلو. خلاص كده تعالوا بقى نعمله التومه بتاعه الملوخيه، توم وشويه كزبره ناشفه، مفيش اكتر من كده. يلا بقى نحط الشوربه بتاعتنا الصافيه. بصوا يا بنات الشوربه ما فيهاش غلطه والله العظيم، دسمه كده وحلوه ولونها رهيب يا بنات. تمام كده زي الفل. انا بقى طبعا يا جماعه بستعمل الملوخيه المجمده، لو عندك بقى ملوخيه فريش يبقى يا سيدي هتبقى اكله تحفه، بس الملوخيه المجمده يلا بقى ايه على السريع كده، مش لسه تغسلي وتخرطي وايامنا بيضه يعني. امي الله يمسيها بالخير ويديها الصحه، هي اللي بتحب الملوخيه المتخرطه، تاكلهاش ابدا الملوخيه المجمده دي يا بنات. بصوا بقى يا بنات خلاص كده الملوخيه اتظبطت بقى. احلى حاجه بقى عشان تعمل معاكي عرق ده مكعب ماجي يا بنات، عشان تعمل معاكي عرق لازم تطلعي كده بالملوخيه لفوق ولتحت، تنزلي بيها لفوق لتحت زي ما انا بعمل بالطريقه دي. هتطلعي يا جماعه نص معلقه شطه دي. بصوا الفراخ والشوربه بتاعتها صافيه ازاي. يلا بقى نكملوا العرق بقى بتاع الملوخيه. بصوا كل ما تطلعيها فوق كل ما تشدي معاكي عرق اكتر. خلاص كده يا بنات بصوا الفراخ الملوخيه يعني كانت في ملوخيه مجمده كده فكت معايا وبقت زي الفل. خلاص كده هنحط لها بس يا بنات ربع معلقه سكر، ربع معلقه سكر كده صغيره.
كده جهزت معايا. انا مش بحبها تقيله قوي، يعني بحبها في الوسط، ولا خفيفه ولا تقيله. تعالوا بقى نحضروا الطشه بتاعه الملوخيه. بصوا بقى يا بنات، هنحط كده سمنه، معلقه سمنه عليها شويه زيت صغيرين. ايوه كده، ما تكتريش برضو الدهون كتير في التقليه بتاعه الملوخيه، لان الشوربه دسمه اساسا. الفراخ ما شاء الله كانت حلوه وكانت دسمه يعني كده. يلا بقى نحط بقى التقليه بتاعه الملوخيه. خلاص كده دول تقريبا كده يا بنات على نص كيلو ملوخيه اللي انا جايباه من السوبر ماركت، اللي هو البسمه دي. انا بحب ملوخيه بسمه قوي يا بنات، بتبقى حلوه. حطيت عليها يعني بتاع 5 فصوص توم كبار كده، وحطيت عليهم نص معلقه كزبره ناشفه. هحمره كده يا بنات. واهم حاجه بقى في طشه الملوخيه ان انت ما تحمريش التومه قوي، عشان ما تقلبش معاكي لضدها. تقلب معاكي لضدها في ايه؟ هتسمر معاكي وهتقلب للون مزز مر في الملوخيه. فانا عايزه التومه تكون مسكره في الملوخيه. بايه؟ ان انت ما تحمرهاش قوي بالطريقه اللي شايفينها دي. كده الملوخيه مظبوطه مية مية زي الفل. اوعي بقى بعد ما تخلصي كده تغطي الملوخيه، تسيبيها مكشوفه كده شويه لحد ما تبرد. تعالوا بقى نطلعوا مع بعض الفراخ ديت من الشوربه عشان نحمروها. لازم قبل ما تحمري الفراخ لازم تسيبيها تتصفى شويه الشوربه بتاعتها، عشان ما تعملش مفرجعات ولا اي حاجه من دي، ولا تنط الزيت ينط في وشك ولا الكلام ده كله. فيعني عدي المرحله دي يعني على خير. بصوا بقى يا بنات، تعالوا بقى يلا نولعوا على الزيت ونحمروا الفراخ مع بعض. نضفوا بس شويه الزيت دومك كان مطرحهم بطاطس محمره يا بنات. وطبعا انا طالما انا قليت يعني مرتين 3 في صينيه فيها بطاطس محمره، يعني الصينيه دي مطرحها مرتين تقليه بطاطس، تمام. فانا بقى بعد التالت مره بقى بحمر فيها فراخ، وبعد كده برمي الزيت. خلاص كده تمام. خلاص كده الفراخ بتاعتنا اتحمرت، والجلاش ما شاء الله تبارك الرحمن كان يا بنات طري من جوه والله العظيم، وكان ناشف من بره كده وكريسبي يا بنات. رهيب رهيب. اهم حاجه ان الجلاش الصح هو يكون كده، يكون طري من جوه حلو، وكريسبي من بره كده. رهيب يا بنات. بصوا يا بنات، بصوا انتوا بس بصوا ما شاء الله احنا كلنا شطار، واكيد هنبقوا فاهمين اللي انا بتكلم فيه. تعالوا بقى نطلعوا لنا بس قطعه كمان كده، واعرفكم بس جمال الجلاش من جوه عامل ازاي. حته القشطه دي يا بنات وديت الجلاش في حته تانية خالص. بصوا رهيب. عايزاكم تجربوه باذن الرحمن هيعجبكم. يلا بقى يا ست الكل، لو انت واقفه عند الجزء ده يا ريت تحطي لايك من ايديك الحلو. اما لو انت لسه مشتركه في قناتي يا ريت تحطي لي لايك وتعملي اشتراك للقناه، وتفعلي زر الجرس كمان عشان كل الفيديوهات لما انزلها ان شاء الله تجيلك. كومنت حلو بقى تشجعي فيه اختك. بصوا بقى جمال الاكل يا بنات. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله مع فيديوهات احلى واحلى. مع السلامه.